كده، بخلي المقدار بتاعها لحد تلتين الكوسايه كده او البتنجانيه من الشوربه لحد لما يغلي، وبعد كده بهدي عليه النار خالص واسيبه بقى يستوي على نار هاديه. وبالنسبه بقى لورق الكرنب والخس، بسقي الشوربه لحد الرصه اللي قبل الاخيره يعني بخلي الشوربه لحد الرصه اللي قبل الاخيره بالظبط. وبرده نفس الوضع، اول ما يغلي اهدي عليه النار خالص، خصوصا لو انا بعمل في حله الاستانلس اخلي الشعله اصغر من القعر بتاع الحله عشان ما يشيطش معايا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله استوى، ما بياخدش كتير على النار، حوالي نص ساعه بالكتير على نار هاديه. هنا بقدم بقى الكوسه والبتنجان مع بعض، ومعايا ورق الكرنب هوريهولكم دلوقتي ازاي مفرول كده وجميل خالص. هنزله كده من الحله مباشره من غير اي ميه ومن غير اي حاجه خالص. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، يا ريت بقى لو عجبكم تدعوني باللايك والسبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.